السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طريقة تنفيذ نيمار لضربة الجزاء لنادي الهلال أمام نادي الشباب السعودي نفس الطريقة كما كان مع المنتخب البرازيلي أو البي اس جي. طريقة التنفيذ لنيمار رويدا يسدد، ولكن حارس نادي الشباب بامتياز يمنع الكرة ونيمار يخفق في تسجيل. بينما في الجهة الثانية شوفوا رونالدو بقوة، تسديد، تركيز وقوة. نيمار دائما يركز، والقوة في عملية التسديد والتركيز، ودائما يكون الهدف لصالح نيمار.